الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، صفحة عصام المعلاوي على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب قناة العالم. طبعا هنتكلم على أخبار سريعة كده، وهي بتضم أخبار سريعة اللي بتخص أخبار الكرة المصرية وكل ما يخص حول نادي الأهلي ونادي الزمالك. طبعا لقاء غدا، طبعا لقاء قمة، لقاء القمة رقم 126، وكل الناس اللي بتنتظر هذا اللقاء الكبير وديربي بين قطبين كبيرين، النادي الأهلي ونادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي طبعا بيضم لعيبه كبيره، ونادي الزمالك ايضا، والنادي الاهلي حسم بطوله الدوري الممتاز، اللقب الغائب منذ سنتين، لقب رقم 43. وكل الاخبار الحصريه. طبعا اول خبر هنقوله خبر امام عاشور، انضم رسميا امام عاشور للنادي الاهلي لمده 5 مواسم. ثم الخبر الثاني وهو انضمام اللاعب مصطفى فتحي من بيراميدز للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون الخبر اكيد، وبنأكد بنسبه 90% ان اللاعب مصطفى فتحي انتقل للنادي الاهلي. طبعا الخبر الثالث اللي هو مارسيل كولر امر بعوده اللاعب صلاح محسن الى النادي الاهلي، ومحمد شكري الى النادي الاهلي ليدعم الجبهه اليسرى اللي بيكون فيها علي معلول ومحمد اشرف. طبعا لقاء القمه غدا، لقاء القمه رقم 126، بعد ما حسم النادي الاهلي بطوله الدوري الممتاز بفوز فريق سيراميكا كليوباترا على فريق بيراميدز، اقرب المنافسين في المركز الثاني للنادي الاهلي، ويصل النادي الاهلي للنقطة 75 ويحصل على بطولة الدوري الممتاز قبل لقاء القمة غدا في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. طبعا عندنا حكام المباراة، محمود البنا طبعا الحكم الدولي اللي هيدير اللقاء طبعا في غدا في استاد القاهرة، حكم الساحة. ودي اخبارنا وكل ما يخص النادي الاهلي. طبعا عرفنا النادي الاهلي غياباته برونو سافيو طبعا المنتقل الى بوليفار، واللاعب حمدي فتحي الى وكر القطري، واللاعب ايمن اشرف لاسباب فنيه، واللاعب شادي حسين المنتقل الى فريق زد. وطبعا دي كل الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي والمستبعدين. ايضا نادي الزمالك مصطفى شلبي للاصابه، وايضا اللاعب مصطفى شلبي للاصابه، ايضا اللاعب عبد الله جمعه لاسباب فنيه. طبعا خلينا نتكلم طبعا على العروض اللي ظهرت، العروض اللي جت للعيبه واللي جت للعيبه في الدوري المصري. وعايز اتكلم بعد ما اتكلم على النادي الاهلي ونادي الزمالك، ببارك طبعا للمنتخب المصري وبقول له هارد لك، عملت بطوله قويه ومنتخب رجاله واستحقوا كل التقدير على حصولهم على المركز الثاني بعد النقص العددي في اول احداث الشوط الاول بطرد اللاعب محمود صابر بعد ما احرز الهدف. طبعا في منتخب عمل بطولة جميلة جدا جدا، وتألق كبير من لعيبة منتخب مصر كلهم بالجهاز الفني بالإداري. طبعا كل شكر والتقدير لكل الجهاز الفني والإداري ولاعيبة منتخب مصر. طبعا النادي منتخب مصر عمل بطولة جميلة جدا جدا، وتوج فيها حمزة علاء بأحسن لاعب في البطولة، بأحسن حارس مرمى في البطولة. أيضا اللاعب الزلزولي هداف البطولة لاعب منتخب المغرب، وأيضا اللاعب إبراهيم عادل أحسن لاعب في البطولة. طبعا عايز اقول لك برضو ملحوظه صغيره كده، ان ابراهيم عادل جاي لعروض كتيره جدا من فرنسا ومن اسبانيا ومن انجلترا. ابراهيم عادل لعيب عالي جدا 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 مع منتخب مصر وفريق بيراميدز، وهيكون له دور كبير جدا جدا في الاحترافيه بره، وربما يكون الاقرب في الاحتراف اندرلخت البلجيكي للاعب ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لعيب كبير جدا وعمل بطوله اكثر من رائعه مع منتخب مصر الاولمبي. ده كانت اخبار المنتخب الاولمبي طبعا، وعوده اللعيبه المنتخب الاولمبي. طبعا اللعيبه غدا اللي هتنضم للقائمه غدا زي اللاعب احمد نبيل كوكا من النادي الاهلي، وطبعا من نادي الزمالك طبعا اللاعب حاتم سكر، وايضا اللاعب حسام عبد المجيد اللي انضم لفريق نادي الزمالك. طبعا دي كل اللعيبه اللي انا اتكلمت عليها، والمنتخب والنادي الاهلي ونادي الزمالك. نتمنى تكون مباراه تليق باسم الكره المصريه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وتخرج بشكل طبيعي وشكل جميل جدا يليق بالكره المصريه. ودي كانت الاخر اخبار. قلنا خبر امام عاشور وقع رسميا 5 مواسم للنادي الاهلي، وايضا مصطفى فتحي ماشي وقع رسميا للنادي الاهلي. ده كل الاخبار اللي احنا اتكلمنا عليها واللي انضموا للنادي الاهلي واخر الصفقات. نتمنى طبعا من التوفيق لكلا الفريقين. طبعا نادي الزمالك لسه ما تعاقدش مع حد بشكل رسمي خالص، لم يتعاقد مع اي حد بشكل رسمي. فدي كانت اخبار النادي الاهلي ونادي الزمالك. وكل مدير فني مارسيل كولر طبعا بقاله 10 اعوام مع النادي الاهلي، حصل على 5 بطولات، 2 سوبر مصري، واحده بطوله كاس مصر، ادي
ادي 3، والبطوله الرابعه بطوله دوري ابطال افريقيا، والبطوله الخامسه اللي هي بطوله دوري الممتاز، البطوله المفضله لدى جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. كل الشكر والتقدير طبعا لكل مجلس اداره النادي الاهلي وحصوله ومارسيل كولر. اللي عايز اقول لك برضو ملحوظه ان مارسيل كولر لحد الان ما تهزمش ولا مباراه في بطوله الدوري المصري. مارسيل كولر من منذ توليه مسؤوليه تدريب النادي الاهلي لم يتلقى اي هزيمه في بطوله الدوري المصري. فمزيد من البطولات والانتصارات للنادي الان. نتمنى من كل اللي بيتابعوا الفيديو وبيشاهدونا ان هو يعملوا لايك ومتابعه صفحه عصام المعلاوي على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب قناه العالمي. نتمنى المتابعه على الصفحه بعد الفيديو دوت، وكل اللي بيشاهدونا ولايك على الفيديو. نتمنى كل اللي بيشاهدونا في كل مكان وفي الوطن العربي ان شاء الله. طبعا الفيديو دوت هينزل على اليوتيوب وهينزل على الصفحه الرسميه على الفيسبوك. نتمنى المتابعه والمشاهده للفيديو واخر الاخبار وكل ما يدور حول الكره المصريه. اشوفكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.